صراحة وما خبيش عليكم، السنة دي بالذات عفرت كتير جدا علشان تكتسب هذا اللقب. مجهود مبذول لسنين طويلة جدا من تحطيم القلوب وتبخير الأحلام وهدم الطموحات وكسر النفوس وتحييد الرغبات وإغماءات وعياط كتير جدا وقت الامتحانات. وبمجرد ظهور النتيجة تبدأ سلسلة من نظرات اللوم والعتاب، ولا كأنك فقدت شرفك في امتحان الحياة. مشاعر متلخبطة ما بين الندم والإحساس بالتقصير وجلد الذات وهوان النفس، ودموع دموع دموع. زود يا ابني عندك شوية دموع كمان، وكمان دموع، وكأن الناس مصدقت لقيت حاجة تخلص عليها الدموع اللي عندها، سواء دموع الفرحة أو دموع الزعل. طب نخلي شوية دموع، يمكن نفرح لحاجة تانية، يمكن نزعل على حاجة تالتة. أبدا، احنا نخلص الدموع دي وبعد كده يبقى يفرجها ربنا. وهنا يبقى السؤال الأهم: هل الثانوية العامة فعلا كسنة دراسية تستحق كل هذا العناء اللي احنا بنعمله علشانها، ولا احنا اللي بنعمل كده في نفسنا؟